اول ما نبدا الفيديو الجميل اللذيذ دوت اللي هتشوفوه معايا النهارده دوت، لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اول نصيحه عاوزه اقولها لكم في قلب الفيديو دوت، من خلال الفيديو دوت، محدش يخرج من الفيديو، لان الفيديو فيه كذا طريقه للتقطيع وفيه كذا طريقه للحشو، وفيه خطوات حلوه وخطوات جميله وكله بالتفصيل وكله بوضوح. واللي مش عارفاها خالص، يعني البنات اللي لسه صغيرين لسه ما يعرفوش اي حاجه في العجين، هيعرفوا يعملوا الكلام دوت. العجينه دي على فكره من غير لبن. العجينه دي جميله جدا. عجينه دي بتتخمر ولا لا؟ بتتخمر. عجينه طريه قلبها ما شاء الله اللهم بارك. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، حاجه كده ما فيش بعد كده. اللهم صل على سيدنا محمد. تحفه تحفه تحفه. طريه جميله احسن من بتاع الافران. ريحتها ماليه البيت ما شاء الله. الكل اللي شمها وكل اللي دقها ما شاء الله اللهم بارك. طبعا اللي شمها لازم يدوق، لازم ندي على طول يعني. اللهم بارك اللهم بارك. بصوا الحشو، بصوا الطعامه، بصوا الجمال. لازم تسمعوا الفيديو ده. الطريقه المقادير كلها مكتوبه في صندوق الوصف. المقادير بالتفصيل مكتوبه في صندوق الوصف. معرفش، انا مش عارفه اجمع الكلام دي من حلاوتها تقريبا الواحد مش عارف يتكلم. زي ما انتم ما شايفين كده، دي حشوة غير الحشوة الأولانية. دي حشوة القرفة والتانية كانت حشوة عجوة. يعني في حشوتين جوه الفيديو، وفي أكتر من طريقة للتقطيع جوه الفيديو. هتعجبكم جدا، مش مملة خالص. الفيديو جميل جدا 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 جدا. وتعالوا شوفوا الكمية اللي احنا عملناها أصلا كانت قد ايه. بسم الله اللهم بارك. زي ما انتم ما شايفين كده، عملنا القرص المدورة وعملنا الطويلة زي ما انتم ما شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بارك يا رب. حاجة كده ما شاء الله. تسلم ايديكم يا رب. لما تعملوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا، وهتدعولي وهتبعتولي تعليقات حلوة وجميلة ان انتوا جربتوها وانها نجحت معاكم وانها تدكوا نفس النتيجة اللي طلعت معايا دي. نتيجة ما شاء الله اللهم بارك. نتيجة مية مية. بس طبعا اول ما بنصحى من النوم مش بنروح الاول نعمل عجينه، لا احنا ما شاء الله اللهم بارك بعد ما بنقوم كده من النوم ونتوضى ونصلي ونفتح بابنا كده ونطلع على السطوح، نشوف الاول طيورنا والروح اللي مسؤوله مننا ديت. ما هي الطيور دي روح مسؤوله منك. لازم انت اول ما تطلعي، قبل ما تفطري، قبل ما تعملي اي حاجه في بيتك، لازم الاول تطلعي لطيورك ولحاجتك، ان انتي تشوفي اللي جعان تاكليه واللي عطشان تسقيه واي حاجه لازم تعمليها لهم. ما شاء الله اللهم بارك. يعني هوريكم دلوقتي. ديت الترعه عندنا فيها جفاف. الجفاف ده بيبقى موسم السمك. موسم السمك. فالبيت في موقعه فيه ترعتين جنبيه، فده موسم السمك. فالترعه بتبقى كده حوالي 15 يوم في جفاف. ده اسمه جفاف. دلوقتي بدأنا ان احنا نخش على الطيور. ده الحمام بتاعي ما شاء الله اللهم بارك يا رب. زي ما انتم ما شايفين كده، ما لقيتش قدامه اكل خالص. بس البتاعه بتاعته ما فيهاش اكل خالص. فبدأنا ان احنا نحط له الاكل، وان احنا نشوف مثلا ان كان عاوز يتحط له شويه قش رز، ان كان عاوز يحط له شويه تبن، ونظبط اموره. وهنا دخلنا عند الفراخ البيضه اللي فيهم معاهم 4 بطات مور اللي انتم شايفينهم هناك دولت. ما شاء الله اللهم بارك. الدنيا ما شاء الله اللهم بارك تمام. خلصنا اكل وشرب ونزلنا بقى عجنت العجينه. وبعد كده بعد ما خمرت تنتني بقى ايه، بعد ما فطرنا وكده بدات ان انا اقطع في العجوه واخش في موضوع العجين. طبعا العجينه انا هوريها لكم، بس العجينه في يعني هنعدي شويه كده من التقطيع وبعد كده نخش على موضوع العجينه. العجينه مش في اخر الفيديو، بس قبل الاخير بشويه يعني. هحط لكم العجينه بالتفصيل وامتى العجينه يبقى تمام وتفصيل عجينه. بس المقادير كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف بالظبط، بالمقادير كما هي كما يجب ان تكون. هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف. ما شاء الله اللهم بارك. عجينه ممتازه ممتازه ممتازه. بصوا كده زي ما انتم ما شايفين كده في التفاصيل. جبت العجوه وقطعتها قطع صغيره، وممكن انا اسيحها على البوتاجاز وادفيها، لكن في العجينه دي كانت عاوزاها كده لان العجينه دي اصلا ما كانش فيها لبن. وعاملاها بزيت. العجينه دي معموله بزيت. القرص معموله بزيت. زيت ولبن وزيت، زيت التموين. ما احنا لازم نوفر ولازم نطلع فيها حاجه موفره. الدنيا دايما غلط زي ما انتم عارفين كده طبعا. فبندور على حاجات توفر. دي من غير لبن، شلنا منها شق اللبن، عملناها بميه وعاملينها بزيت ما فيهاش سمنه.
وزي ما انتم ما شايفين كده قطعت العجوة شرايح، وبدأت ان انا احطها داخل كيس تلاجة. فتحت الكيس من جنب وبدأت ان انا اضغط عليها بالنشابة او بالمردانة زي ما بتقولوا عليها عندكم. وطبعا انتم مش هتخسروا فيا اللايك، طبعا انا متأكدة ان هتشوفي الفيديو لحد هنا هتعملي اللايك ومش هتستخسروا فيا، لان هي هتجرب العجينة ديت وهتطلع معاها 100 والنتيجة لما تطلع معاها كويسة هتدعيلي ان شاء الله دعوة حلوة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شفتوا بدأت ان انا الم العجينة كده زي ما انتم ما شايفين، لميتها ودخلتها داخل بعضها كده وخدت منها قطعة، والباقي انا غطيته بكيس من بتاع التلاجة برضو علشان لا تنشف ولا تتهوى ولا اي حاجة من الحاجات دي. وبدأنا بقى ان احنا نخش في قصة تقطيع العجينة اللي معانا. اول حاجة معانا ديت ان احنا هنعملها اللي هي الطويلة. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا العجينه عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. عجينه مخدومه واخده راحتها في الخمر، واحده والمقادير بتاعتها 100 ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم هي طويله على فكره مش مدوره، هي طويله بس هي الكاميرا اللي جايباها تحس انها مدوره كده. بدات ان انا ارص القطع كده واسيب مسافات ما بينها زي ما انتم شايفين كده، وابدا اتني العجينه عليها كده. ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده اهوت. هنيجي على الاطراف الاخرانيه دي وهنقطعها خالص وهندخلها في العجينه تاني. احنا ما رمناش حاجه من العجينه نهائي 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 نهائي، ما ينفعش نرمي حاجه من العجين في الغلا اللي احنا فيه ده، حرام. بصوا دي ما فيهاش حشو اهي، هشيلها واعجنها واحطها في العجين تاني وهتشوفوها معايا دلوقتي هوريها لكم جوه الفيديو. دي بدات ان انا بس اعملها كده اهو زي ما انتم ما شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. وابدا بقى ان انا اقطعها كده. ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. في كذا طريقه للعجين هتعجبكم جدا دلوقتي اهي. بعد ما انا مغطيتها اهي ابدا اخد جزء تاني. انا اوريكم الجزء الاولاني بس ما شلناهوش من على الطبليه، هوريه لكم برده دلوقتي وانا بشيله من على الطبليه اللي انا بقطع عليها دي. هوريه لكم وانا بحطه داخل الصينيه ونحطه ازاي داخل الصينيه. كل حاجه جوه الفيديو. اوعي تملي ولا تخرجي، هتشوفي حاجات كتير بالتفاصيل بكل حاجه ان شاء الله. اللهم صل على النبي. الاشتراك واللايك يا حبايب قلبي مهم جدا ليه عشان تدعموا الفيديو ده. عاوزه اشتراك وعاوزه لايك وعاوزه الفيديو ده يتدعم وعاوزاه ما شاء الله اللهم بارك يبقى احسن فيديو للطريقه دي. لكم الحته اللي احنا قطعنا فيها العجينه وبنرصها في الصينيه. بصوا المسافات اللي بين الصينيه وبعضها عامله ازاي. طبعا لازم تدي فرصه انها لو خمرت ولا حاجه يعني. دي تقطيعه القرص، دي تقطيعه القرص مش هنقطعها طبعا. انتوا عارفين القرص بتقطع ازاي، بس انا لسه هرجع لكم تاني وهوريكم بقيه العجينه اللي انا قطعتها دلوقتي، اللي انا لميتها وضغطت عليها دي وما قطعتهاش. هوريها لكم دلوقتي، خليكم معايا هتشوفوها برضو هتعجبكم جدا جدا. دي القرص الساده، دي قرص ساده. احنا عملنا برضو يعني في الاخر ما بقاش عجينه فعملنا الحتتين الساده دول. وهنا برضو عملنا حشو بحشو القرفه. حطينا معلقتين سكر ونص معلقه قرفه ونص معلقه سمنه وضغطناهم كده وقلبناهم في بعض كويس كويس. وبعد كده نزلنا عليهم بقطرات من الزيت انها تكون سايله. وهتشوفوا دلوقتي سمكها ازاي عشان نبدا ان احنا نحطها داخل القرص ديت. بقى العجينه اللي وريتها لكم في الاول اللي هي وانا بحطها في القرص وانا بحطها ولا في الصينيه، معلش اللهم صل على النبي اهو. دي اول عجينه قطعتها معاكم. بصوا المسافات اللي بين العجين وبعض وبين حرف الصينيه وبين العجينه نفسها. بسم الله اللهم صل على النبي. حاجه كده تفرح والله. تعالوا بقى نشوف اللي هو شبه البنين. هو مش بنين بس شبه البنين. هنشوف برضو مع بعض دلوقتي التقطيعه ازاي. انا نفسي بقى اللي يشوف حاجه يدوقها، نفسي والله تكونوا موجودين معايا وتدوقوها. كانت جميله وطعمها جميل وزي الفل. اللهم صل على النبي. ما تحسيش ان دي من غير لبن، ما تحسيش ان ديت تفاصيلها البسيطه الصغيره دي، لا ده ما شاء الله اللهم بارك. كانت جميله جدا جدا وطعمه جدا 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 جدا. دي بقى اهي بدأنا ان احنا نخرمها كده. دي مش الطويله، معلش انا اسفه، دي مش البنين. دي بقى بدأنا ان احنا نخرمها كده بس. وهنعملها برضو طويله زي بتاعه الفرن، هنجيبها من الفرن بتبقى جميله جدا. قطعتها برضو التقطيعه الطويله اهي بس خرمتها. يعني انا برضو ما غلطتش يا جماعه، انا قطعتها التقطيعه الطويله وخرمتها. الذاكره بقت فين مش عارفه. بسم الله اللهم بارك. بسم الله. العجينه عامله ازاي في تقطيعه السكينه، ما شاء الله اللهم بارك. عجينه 100. بصوا الجمال والحلاوه ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى هنحط خلطه القرفه. بصوا بنعمل جرة كده جوه القرصه
زي ما انتم ما شايفين كده، وبنحط يعني نص معلقه صغيره كده مثلا، ونبدا ان احنا نلم العجينه عليها. ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله. لو طلعت منك كده ابدأي دخليها انت بايديكي جوه العجين، ولمي العجينه عليها من بره زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. وابدأي بقى انت بروميها تاني عشان العجينه ما تفكش منك، واليمه اللي انت لميتي منها تحطها تحت، وتحطي القرصه اللي انت الحته المظبوطه دي لفوق. واحده كمان اهي زي ما انتم ما شايفين، نص معلقه صغيره، دي معلقه كبيره عشان كده انا حاطه ربعها، فنص معلقه صغيره في قلب القرصه. ونبدا ان احنا نلم عجينه القرصه داير ما يدور عليها، والحته اللي احنا لما نحطها تحت وديت اللي فوق. وبعد كده نبدا ان احنا نضغط عليها زي ما انتم ما شايفين كده، بس ما نضغطش قوي، يعني نخلي فيها نسبه سماكه كده. العجينه دي خمرانه مره، وهنرجع ان احنا نسيبها تخمر كمان نص ساعه بعد ما نخلص التقطيع. تمام، هي خمرانه مره وهي عجين خالص قبل التشكيل. وبعد كده بدأنا ان احنا نشكلها. بدأنا اللهم صل على النبي، بعد ما شكلناها ان احنا نسيبها كمان نص ساعه تخمر. تمام، سيبناها نص ساعه بعد ما خلصنا تشكيل للفيديو ده. يعني هي اتخمرت مرتين، كل مره واحده عجينه حلوه وهي وعسل دقيق، هتشوف والمره الفيديو الثانيه دوت، بعد ما وعاوزه لايك اتقطعت. من كل واحده هتعمل العجينه دي. بصوا دي النتيجه عاوزه لما اشتراك طلعت من ولايك، عاوزه الفرن. فيديو باحسن بصوا فيديو ما في شاء الله الدنيا. اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. موفره ما فيهاش لبن، فطبعا كميه اللبن لو هتحطي كيلو لبن او كيلو ونص لبن فطبعا كانت هتكلفها زياده. احنا هنا ما تكلفناش غير الدقيق والعجوه، وطبعا الزيت من البيت. ونخش طبعا بقى دلوقتي على العجينه نفسها. العجينه هنبدا كده ان احنا نحط الزيت. هنحط 3 كوبايات من المج دوت زيت زي ما انتم هتشوفوا معايا بالظبط كده. دي ازازه التموين اهي، زيت التموين اهو زي ما انتم شايفين، انا مش بكتب على حاجه، زيت التموين. بس النتيجه والجمال والطعم اللي طالع ما تقوليش كده ابدا 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 ابدا. وزي ما قلت لكم هكتب لكم المقادير بالظبط 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 داخل صندوق الوصف. وادي كوبايه سكر كبيره، كوبايه سكر كبيره على 3 كوبايات زيت. وننزل بحوالي ما كملناش كيلو ميه، يعني الكيلو بقى منه يجي كوبايه، المفروض بدل الميه دي كان يبقى لبن. هننزل بباكو خميره، وبعدين هنحط الفانيليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حطينا الدقيق وحطينا السمسم ده، مش حاطينه يعني ما حطيناهوش خالص على البوتاجاز خالص خالص، يعني احنا حاطينه زي ما انت ما جايباه كده، بس نقناه وشفنا ان هو كويس، وعبناه تاني في الكيس. ورجعت انا لما جيت احتاجته استخدمه، يعني استخدمته زي ما انتم ما شايفين كده. نبدأ بقى ان احنا نعجن في العجينة كده. لقيتيها مفروض ان احنا نشيل شوية دقيق على جنب، ان احنا لو احتاجناهم نحطهم. فاحنا لما قادر بجد بالظبط على قد العجين. وما شاء الله زي ما شفتوا القوام معايا، بدأنا ان احنا نغطيها كده وسيبناها انها تخمر. دي صينية كانت طالعة من الفرن، حبيت ان انا اوريها لكم واوريكم شكلها وهي لسه طالعة من الفرن. اللهم أجر. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. انا نفسي تدوق الطعم، والله نفسي تدوق الطعم، بس اعمل ايه؟ ما شاء الله اللهم صل على النبي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. والله اللي هتجرب الطريقه دي هتقولي تسلم ايديك تسلم ايديك تسلم ايديك، علمتينا حاجه حلوه وحاجه مفيده. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوفوا الجمال، شوفوا الطعامه، بصوا التقطيعه، شوفوا عامله ازاي، حاجه كده الله اكبر. بالهنا والشفا يا رب عليكم كلكم، بالهنا والشفا. نعمل اشتراك ونعمل لايك للفيديو، وما نستخسرش بقى في بعضنا حاجة. عاوزة اشتراك حلو كده منكم، ولايك من ايديك الحلوين، ولو امكن يبقى فيه تعليق.